هو في إيماننا المسيحي إن المسيح خد خطايانا وادانا الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة. ايوه معايا؟ معاك. الخطية لعنة، أجرة الخطية هي موت يعني. طيب يعني نقدر تمام؟ يعني يصير المسيح ملعون والعياذ بالله؟ ما هو لو ملعون بسبب خطاياه دي احنا بنرفضها، يعني زي ما انتوا ترفضوها. ايوه. لكن كونه هيشيل اللعنة بتاعتنا. يعني عشان يشيل اللعنة يصير ملعون؟ مش ملعون في ذاته، لكن صار حامل للعنة يعني. لا يعني النص عندك انا قريت النص يمكن فوق ال20 مرة. النص آية كام طيب؟ النص في بولس، والله انا مش قدامي حضرتك، من كتر ما انا قريته حفظته. عرفت ازاي؟ انا وانا صدمت اصلا انه يعني ازاي يعني بيقول لك المسيح ابتدانا من لعنة الناموس. طب دي مش مشكلة، اذا الناموس ملعون مش ملعون مش مشكلتنا، لكن اذا صار لعنة لاجلنا لانه ملعون كل من علق على خشبة، دي صراحة يعني كبيرة دي. هو بس لو انا اقدر اوصل للنص فين. لكن مش قدامك الشاهد بتاعها. غلاطيا 3:13. 3 صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. خليك معايا ثواني كده. معك. انا عشان افيدك كمان يعني تمعت بالنص ده وقريت النصوص اللي قبلها واللي بعدها، لقيت انه يعني اللعنة ثابتة. اللعنة ايه؟ ثابتة يعني ما اتغيرتش من الموضوع ده شيء، يعني انا مش فاهم ازاي يعني. يعني ايه اللعنة ثابتة؟ يعني زي ما تقول ملعون كل من علق على خشبة واتصار لعنة لاجلنا، ما اتغيرتش. مثلا يقول لك والله واحد تاني، ده هو يسوع، هو المسيح يعني المسيح عند يسوع عندكم، احنا عندنا سيدنا عيسى عليه افضل الصلاه والسلام. ما هو عيسى دي لانه من اليوناني ايسو. يعني اصلها يوناني ايسو، فديت معناها كده يعني. طيب جاي عيسى من كده يعني. طيب بس ازاي يصير ملعون؟ بدور بس على حاجه كده. طيب معلش حضرة القس، ممكن اتصل فيك وقت تاني تكون طلعت النص؟ انا هتصل بيك واضيف رقمك عندي بعد اذنك يعني، بحيث انه اي سؤال اسألك عنه. اذا رقمك ماشي؟ اذا رقمك ايوه ده رقم. ماشي الحال؟ على اتصال مع بعض يعني. ان شاء الله، وانا اي سؤال هتصل بيك وحضرتك عشان تفيدنا يعني. لا تحت امرك. اهلا وسهلا. طبعا زي ما انتم شايفين راح يعلقني ساعة وهو مش عارف يجاوب. فاختصرنا معاه يعني. اختصرنا معاه. راح يعلقني ساعة، ده اول مرة يسمع عن النص، مش عارف النص فين. والله العظيم دي مسخرة بجد يعني. ده هو مش عارف النص فين. وهيعلقني ساعة ومش هيلاقي جواب. يعني يسوع ملعون ملعون كما بيقول بولس يعني. سبحان الله. سمعت يا حاج وسام؟ انا والله يعني مش عايز اصدمه، عايز اخليه لعياله ومراته يعني محتاجينه برضه. اقول له وسام يروح يصير فيه زي الراجل اللي قبله، اتحمل انا خطيته. مشكلة. مشكلة. يا حاج وسام، يا حاج وسام.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدلوقتي بخاطب عقول النصارى اللي في الغرب، بخاطبكم يعني، أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، إيه رأيكم في هذا الموضوع؟ طيب في نقطة ممكن أي واحد مسيحي يكذبنا الآن، عارف إزاي؟ والله العظيم من أسهل الأشياء، واحد يكون قس معروف من الكنيسة المصرية ويدخل باسمه الحقيقي ويناظر، دي الحالة الوحيدة. عاوز تثبت إن إحنا كذابين، جيب واحد يمثل الكنيسة المصرية ويدخل يناظر، وده طبعا عمرها ما تحصل أبدا 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 أبدا. انتوا عارفين ليه؟ لأن انتم على الباطل، لأن انتم على الباطل، انتم على الباطل. لو انتم على الحق كنت نظرتوا في الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر وإن دانت لهم دنيانا بالمكر. فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر وإن دانت لهم دنيانا بالمكر. أو امتلكوا كنوز الأرض للقهر. فلا تهنوا ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا ولو فاقوا الفراعين في الإذلال والكبر. وإن هامان جمعهم هنا في البر والبحر. وإن قارون أمطرهم كما الطوفان بالأموال والدر. فلا تهنوا الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا لنا الأحزان والآلام والإحساس بالمر. فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. فلم يحزن أبو بكر بغار مظلم قفر. لأن الله ثالثهم فما للهم من أثر. ولم يألم شباب الكهف في وكر من الصخر. وإبراهيم في النيران لم يلفظ سوى الشكر. وساق القلب والوجدان بالإخبات للنحر. وفي بطن الردى النون بالتسبيح والعذر. فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا ويوم الخندق العالي يصيح الحب بالبشر. لنا كسرى لنا قيصر لنا التمكين بالنصر. وفي الأخدود لم تأبه جسوم النور والطهر. بنار الحقد والتنكيل والإجرام والغدر. وذا الصديق في الأسر يباع بأبخس الأثمان بالبئر. وأيوب الذي أمضى سنين العمر في ضر وفي فقر.
فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر فلا تهنوا فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر فأنتم فوق كل الناس بالقرآن ذي الذكر ومنهجكم لكل الناس أنهار من الخير فأنتم للعلا ذخر وللإخلاص والطهر إذا التصق الورى بالطين بالشهوات بالعهر فإن ماتوا ففي النيران والتبكيت والعسر وإن متم فللشهداء ما أسماه من أجر جنان الله كم فيها من الأزهار